السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات ويا ستات ويا اجمل ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. قبل كده اتكلمت معاكم على استعمال بعض الحاجات اللي بستعملها او الادوات اللي بستعملها للعناية بالبشرة والنظافة والروتين وكده. ومن ضمن الحاجات اللي انا بستعملها قلت لكم انا بعمل شيفنج لوشي عشان اشيل الوبر او الشعر الزايد في الوش. ودي يعني طريقة حلوة جدا وفعالة وبيستعملوها كتير قوي ميك اب ارتست وناس كبار جدا يستعملوها، ومحدش قال فيها حاجة وحشة بصراحة. وانا كان الاول كنت زي الناس لما بسمع الحاجات دي اقول لا ازاي ده انا هعمل كده زي الموس وكده ويطلع زي الرجاله وبتاع، اللي هي الافكار كلها الغلط. ده مش حقيقي جدا خالص، اوعوا تصدقوا الكلام دوت. انا لما جربتها فعلا لقيت نتيجه هايله. البشره نظيفه، مفيش شعر، بتشيل الجلد الميت، بتشيل كل الحاجات اللي مش كويسه في الوش، بتنضفها وفي نفس الوقت بتخلي الوش كده يعني ايه نظيف. فالنهارده انا هعمل معاكم الموضوع دوت في فيديو، وهوريكم انا بعمل ده ازاي في وشي وايه الاله اللي بستعملها. انا سابقا وريتها لكم بس النهارده هعملها بشكل مفصل. انا بستعمل الاله دي او الحاجه دي اللي بيستعملوها في الشيرنج، هتلاقوها عند كل المحلات اللي بتبيع لوازم الكوافيرات وكده، هتلاقوها موجوده عندهم. الاله دي عباره عن حاجه بتحط فيها موس في الحته دي كده اهو. بصوا الموس بيدخل في الحته دي، وانا بستعمل الامواس اللي هي زي دي كده، اللي هي الامواس اللي هي زي النست. بصوا اهي النست دي. بجيب الموس وبفتحه، بقسمه نصين وبفتح النص كده. طبعا خدوا بالكم وانتوا بتفتحوا الشفره، المكان هنا في مكان تحطوا فيه الموس بنفس رسمه الموس بالظبط، هي اهي. فبصوا هحطه معاكم في نفس المكان اللي متخصص ليه اهو. بصوا اهو، بصوا جت في نفس المكان بالظبط اللي متخصص فيه النقطتين بتوع الآلة. وبعدين بتروحوا مدخلينه كده اهو. بقى عندكم الشفرة موجودة، بصوا اهي. وتقدروا بقى تستعملوها زي ما انتوا عايزين. شوفوا انتوا الطريقة اللي تناسبكم في مسكة البتاع ده كده او كده زي ما انتوا حابين. انا بصراحة بحب استعملها كده. هبدأ ازاي؟ قبل ما ابدأ اي حاجة انا لازم اكون منظفة وشي الاكوا ميشيلاري بتاعت بيفازي من جارنيه. سبق وريتها لكم قبل كده. انا بستعملها لنظافه وشي لان عليها فيورداليزو، ماده كده بتنظف الوش والبشره. فهبتدي انضف وشي كويس جدا، اشيل لو في اي. انا طبعا حاطه كريم الصبح وحاطه اللي هو الواقي بتاع الشمس، او اللي هو اسمه ايه انتوا عارفينه ده الاس بي ار بتاع البقع. طبعا الترطمنت انتوا عارفين قلت لكم بنعمله كل يوم الصبح على وش نضيف وبنحطه، بس طبعا مع الخروج او اي حاجه يبقى فيه شوائب ويبقى فيه تراب وكده. بصوا حتى مهما نضفته لازم هيبقى فيه اتربه وفيه يعني حاجات مش نضيفه. فالمهم انتوا بتنضفوا بشرتكم كويس جدا قبل ما تعملوا الحركه دي. بعد ما خلصنا هنسيب وشنا يهدى شويه. تمام. انا عليت الكاميرا عشان تشوفوا كويس. بصوا انا دلوقتي بعد ما نضفت وشي كويس جدا، ما يكونش عليه اي كريم او اي حاجه. في ناس بتعمل بالصابون، بس انا بصراحه عمري ما عملته بصابون عشان الصابون بينشف وشي، وثانيا عشان ابقى عارفه انا ايدي رايحه فين وبتعمل ايه. فانا ببدا من هنا، بيكون بميل شويه كده حاجه بسيطه، وببتدي اعمل بالراحه خالص على المنطقه اللي انا شايفه ان فيها الشعر. بصوا كده. انا كده كده مش شايفة بس حاسة بسمع الصوت وهو نازل. مش عارفة انتوا شايفين ولا لأ. بصوا الوبر اللي طالع. اوه الوبر اللي طالع من بصوا، يا رب يكونوا شفتوه. ده الوبر اللي طالع من الوش، ده بيبقى هو الوبر والشعر الزيادة، الحاجات الصغننة دي. هنا في الطلاينة بيقولوا عليها بلوريا. البلوريا دي هي اللي بتبقى شعر صغنن خالص اللي عامل زي الوبر كده. تمام. هنا بعمل نفس الحكاية اهو على نفس المكان، بس من غير ما تعملوا سبريسيون عشان ما تعملوش كده او كده اهو. راحة خالص. دي عملية على فكرة بتشيل الجلد الميت من اهو سامعين؟ بالراحة خالص اهو. اهو بصوا طالع كله على اهو. بصوا اهو.
بصوا كله بالشال. بصوا ده بقى بيشيل الجلد الميت، بيشيل لو في، بصوا اهي، هي طبعا بتطير لانها خفيفه. فالمهم انا بقى بعملها، طبعا انا بعمل ده قدامكم دلوقتي عشان تشوفوا انا بعمله ازاي، لكن طبعا لازم تكون واحده قدام مرايه عشان تشوف هي حاطه ايديها فين. او بصوا في اتجاه الشعرايه، في نفس اتجاه الشعره. انتوا بصوا هتلاقوا الوبر طالع، بصوا عامل ازاي. بيتهيألك ان وشك نضيف على فكره، بس بصوا وشك بيبقى فيه حاجه كده زي الوبره. بصوا زي الوبره وزي دي الحاجات كلها. المهم هو كده. ثواني انا هجيب مرايه عشان لازم اشوف معاكم. انا جبت المرايه اهو في ايدي عشان اعرف اظبط الدنيا، لاني مش عارفه اعملها كده. فانا هعمل معاكم وانتوا تشوفوا بطرف الموس من غير ما تعملوا اي حركه بحواجبكم. تشيلوا الشعر اللي فوق الحاجب اهو. في ناس عندهم امكانيه ان هم يعملوها بمكنه الحلاقه اللي هي بتاعه الرجاله، بس انا بصراحه ما بستلطفهاش، ما بحبش استعملها يعني. مهم. وبعدين انتوا شايفين اهو. بصوا كل ده بيشيل الجلد الميت من البشرة، ويشيل البلوريا، الشعر الصغير خالص، الوبرة دي اهو. بالراحة خالص خالص خالص، هنا عند حتة المناخير بالراحة خالص وبميل بسيط كده. خدوا بالكم عشان ما تجرحوش نفسكم. اهو. وهنا بالراحة خالص، المنطقة دي اصلا حساسة. اهو. هنا انا عندي حبايه طالعالي، فما اقدرش اجي يمتها، لان لو انا لمستها وعدت على اي حته في وشي ممكن البكتيريا اللي هنا تروح في المنطقه، يعني اوزعها على الوش كله، ووشي كله يبقى فيه مشكله. على فكره ما بيتعملش بيها منطقه الشنب خالص خالص. بس كده. فانا بعمل الشيبنج ده يا جماعه مره تقريبا كل اسبوعين او 3، زي انتوا ما حابين حسب وشكم، لان في ناس مشعره كتير، فعلى حسب وشكم. انا بعد ما بخلص الماسك ده، بعد ما بخلص الشيفنج، بغسل وشي بميه بارده، بهدي وشي شويه من الميه من الشيفنج، لان بتحس ان وشكم بيشد. وبعد كده بتحطوا كريم مرطب ويكون فيه فيتامين اي، ويا ريت يكون اهم حاجه يكون فيتامين اي عشان هي مغذيه جدا، او تحطوا فيتامين سي، بس يكون قاعدين في البيت ما تخرجوش. دي طريقتي للشيفنج، ويا رب تكون الطريقه دي انتوا كمان تجربوها، لان سهله جدا بالفعل كتير للناس اللي بتتحسس من الفتله وكده او الحلاوه. اهم حاجه الشنب ما يتعملش مي بالمعقله دي، هنا يتعمل الحته دي بس، والحته دي والحته دي. جربوها، ولو نفعت معاكم قولوا لي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.